هاد السيد وهاد السيده اللي كتشوفوا فيهم هما جوج من الناس اللي كيسبوا في الطلاق بشكل كبير في السوشيال ميديا. واش في اخبارك بلي في المغرب كل نهار كيتفرتكوا 400 ديال العائلات؟ واش في اخبارك بلي الطلاق في المغرب اغوغو وخيط من السماء ولا كيطلق اكثر من اللي كيتزوج؟ ولا كنتي ناوي تتزوج ننصحك انك تتفرج لهذا الفيديو، لانني غنعطيك شي نصائح قانونيه اللي مهمه باش تحمي راسك سواء كنتي راجل او لا امراه. شيخي كيدخل في كل شيء خارجي من الشرجه مسدي عليه. البارح خرج واحد التقرير رسمي كيقول اللي حالات الطلاق اللي تسجلت هذا العام وصلت ل 400 حاله طلاق كل نهار. هي كيف سمعتي كل نهار 800 الناس كيطلقوا وكيتفارقوا، فين تسجلت تقريبا 151 الف قضيه في عام 2024، من بينها اكثر من 111 الف حاله ديال التطليق مقابل 40 الف حاله طلاق عادي. ملي كندويو على التطليق فغالبا كيكون عن طريق تطليق الشقاق اللي منتشر بزاف بنسبه كتوصل حتى ل 97% من مجموع الدوسيات. داك الشيء علاش غنشرح لكم القالب اللي كاين في هذا النوع ديال التطليق وعلاش بالضبط النساء كيختاروه. ولكن قبل نكمل لكم الارقام، في المجلس اللي خرج التقرير وضح باللي حتى الطلاق الاتفاقي ولا حاضر بنسبه مهمه وكيتزاد كل عام. الشيء اللي كيبين باللي الناس ما بقاتش كتقدر تصبر على الزواج وعلى المشاكل ديالو، وما كيحاولوش يلقاو حل مناسب او يدخلوا الوساطه باش يصلحوا الاشكال. انا شخصيا ماشي ضد الطلاق لانه اصلا حلال ومن حق اي واحد انه يختار الاتجاه ديال الطلاق، ولكن كمجتمع خاصنا نعرفوا شنو هما الاسباب اللي كتخلي ان المغاربه ولاو ما يقدروش يصبروا في زواجهم وما كيطولوش بزاف. وقبل ما نقول لكم الاسباب الخطيره ديال هاد الارقام اجي نشرح لكم علاش العيالات اغلبهم كيختاروا التطليق للشقاق. حكم هذا مجال الخدمه ديالي، ففي القانون التطليق للشقاق الدار الازواج اللي ما بقاوش مفاهمين مزيان، يعني ما بقاتش ديك الموده بيناتهم. المفروض انه في القانون الشخص اللي كيطلب الطلاق خاصو يخلص واحد التعويض للطرف الثاني في حاله ما كانوش عنده المبررات المقنعه، وفي حاله ما الطرف الثاني مشى طلب واحد التعويض ديال انني راني ما باغيش نطلق والاخر باغي يطلق. في حاله مثلا كانت الزوجه هي اللي طلباتو فممكن تخلص تعويض للزوج الا ما كانش باغي يطلق، ومن الفوق تقدر تمشي لها الامتيازات ديالها بحال المتعه مثلا، وهادشي بناء على الماده 84 و97 من مدونه الاسره. ولكن للاسف وهذه واحد الثغره كبيره بزاف في القانون نتمنى انها تصلح في المستقبل، وهو دائما المراه كتختار هذا النوع لانها كتقدر تعرض واحد الضرر ديالها بدون دلائل. مثلا تقدر تقول ان راجلها كيعنفها معنويا او لا ما كيشاركش معها في راس الزوجيه الى اخره، دونك هي كيولي من حقها طلب التطليق ومن الفوق كتاخذ الامتيازات ديالها. وهذا راه موضوع طويل غنرجعوا له في شي فيديو ثاني. شنو الاسباب اللي وصلت المغاربه لهذه الكوارث في الطلاق؟ وكنعاود نقول ان الطلاق حلال، انا راه كندوي من المنظور العام ماشي الفردي. اول سبب هو تسهيل المساطر ديال الطلاق بشكل اللي كبير، فين ولا سهل انك تطلق وسهل دير الاجراءات. زيد عليها ان الوساطه العائله ما بقاش عندها قيمه نهائيا، والدينا كاملين كانوا كيدابزوا ولكن دائما كيتدخلوا العائلات وكيصلحوا المشكل وعادي كيولوا يكملوا في زواجهم. السبب الثاني هي الوضعيه الاقتصاديه وقله الصبر ديال البنات. باش نكونوا متفقين، انا كراجل ضد كل الضد ان الرجال يتلاحوا الزواج وحالتهم الماديه باقيه صعيبه، حيت نكونوا واقعيين البنات ديال اليوم ما بقاوش باغيين يصبروا على قله الشيء وعلى الفقر، وهي نهار وما طال كتفرج هذه مشات لدبي، هذه مشات لفرنسا، هذه شرات الطوموبيل. ماشي على قبل البنت بحد ذاتها اللي غتزوج بها، ولكن على قبلك انت كراجل اللي غادي تمحن وغادي تعذب عذاب شديد. السبب الثالث وهو اكبر واخطر سبب اللي نتمناو من الدوله انها تدخل فيه بشي طريقه باش تحبسه، وهما المؤثرين ديال العبار اللي كيترزقوا من المشاكل ديال الناس. فين ما كانت شي مطلقه طلقات 20 مره ولا شي شماته كيترزق من فلوس السبوعه والورود كتلقاهم جالسين وينصحوا في العيالات، لانه الا بغيتي تريب شي مجتمع ريب ليه المراه وخرج ليها على العقل ديالها وتفرج فيه كيفاش غيتهرس. انا مع المراه انها تعرف حقوقها، ولكن في نفس الوقت خاصها تعرف حتى الواجبات ديالها، ومع الراجل يحترم المراه ولكن حتى هو خاصو يتحترم. ولكن هاد اعداء الله اللي كيفرقوا في عباد الله الهدف ديالهم هو الفلوس، وهو يخليو الناس ديما كتسول حقا ما حقا شنو ديري للراجل باش تحكميه مزيان، حقا ما حقا بغيتي الراجل يدير لك ويفعل لك ها شنو ديري له وديري له انت النيت. فين ما كان شي شيطان قاطع يده من يد الرحمن كيقلبها للتخلويض بين العيالات وبين الرجال، وبالخصوص العيالات اللي للاسف باقي ما فهمتش وباقي كنحاول نقلب على جواب منطقي ديال علاش كيتفرجوا في هاد المسخين وفي هاد الشياطين. علاش مرا كتكون عايشه بخير مع راجلها كتجي تصنت لواحد الهدف ديالو هو يدخل الفلوس من السعايه في التيك توك، مع العلم انه كتلقى نفس هاد الناس اللي كيعطيو النصائح اما مطلقين اما زواجهم فاشل. عمرك تلقى واحد مزوج ومرتاح في حياته يجي يقول لك ها كيفاش تحكم المراه ديالك ولا ها كيفاش تحكم الراجل ديالك. كنعاود نقول راني ماشي ضد الطلاق كمبدا، انا الطلاق حلال من الناحيه الفرديه، ولكن النتائج ديالو في المجتمع كتكون خايبه، لانه فاش كنقولوا الطلاق كنقولوا قله الزواج وكنقولوا قله التوالد، وهذا الشيء غيخلي المجتمع يوصل للشيخوخه، خصوصا الا السبب ديال الطلاق كان سبب اللي تافه وكان بسبب هاد اعداء الله اللي كيفرقوا في الناس. ومازال غنرجعوا نفصلوا في كل نقطه من بعد. دوزو بخير.